فتكات جاية بحكايات من قلب الحارة ومن الحياة، فيها صدق ما فيهاش تجريح، كلامها بسيط ودايما صريح، تحكي وتضحك وتسيب علامة من اللي شافته في كل حكاية. لا هي وعظة ولا بتألف لست دماغها ولا جماد مؤلف، هلا فتكات جاية بحكايات تقول الصح من غير تزويق، اسمع وافهم كلام في العميق، العشرة بتبين الأصيل من الفيك، اسمع كلام خالتك فتكات. ازيكم يا ولاد؟ انا خالة فتكات، والحكاية دي عن الناس اللي بنشوفهم يوميا، بس مش كل اللي بيلمع دهب ولا كل اللي بيضحك متهني. في ناس صورهم على السوشيال ميديا جنة، وضحكتهم بتجيب لآخر الشارع، ولبسهم يخليك تقول يا بختهم، الدنيا ضحكة ليهم. بس لو دخلت بيوتهم هتسمع صوت الوجع اللي الحيطان بتداريه، وهتشوف قلوب مكسورة من الوحدة والخناق والتعب. وفي ناس تانية بتمشي في صمت، لبسها بسيط وشكلهم على قد حالهم، والناس بتبصلهم بشفقة، بس لو دخلت بيوتهم هتلاقي كنوز من الرضا، هتلاقي حنية وسند ودفى يملأ قصور. احنا بقينا في زمن المظاهر الكدابة، في وشوش مرسوم عليها الفرح وقلوبها خرابة، ووشوش شقيانة وتعبانة وقلوبها عمرة بالرضا. نصيحة من القلب، ما تحسدوش حتى على اللي ظاهر منه، انتوا بتشوفوا المشهد اللي هو اختاره، بس ما تعرفوش الكواليس فيها ايه. وادعوا دايما وقولوا اللهم جمل ما بداخلنا كما جملت ظاهرنا. نضفوا اللي جوه يا ولاد عشان اللي بره يفضل منور بجد، مش مجرد مكياج بنمسحه بمرور أول أزمة. وعلى رأي خالة فتكات، المظاهر خداعة والباطن خش وقش.